بعد التعادل 1-1 امام ريال بيتيس راح اختار مين كان افضل ثلاث لاعبين واسوأ ثلاث لاعبين من برشلونه. اعطوني مساحتي وتابعني. بالبدايه تعال نحكي على السريع مستوى اللاعبين. نبدا بتشيزني، ما ظهر كثير اصلا في المباراه، تسدد عليه فقط تسديدتين، الاولى سجلت وبصراحه كان صعب يشيلها والثانيه تصدى لها. كوندي ضيع هدف شبه محقق ولكن بالدفاع بصراحه ما قصر. اليوم برشلونه احتاج بالدي بنسخته الهجوميه القويه ولكن بصراحه خذلهم، ما صنع ولا فرصه، مراوغات فاشله وعرضيات كارثيه. كوبارسي قدم مستوى جيد خاصه في البناء وهو اكثر لاعب عمل تمريرات صحيحه في المباراه واسترجع اكثر من كوره. اراوخو بصراحه ضحكني في المباراه، بكل هجمه لبيتيس بيرفع يده للحكم على اساس اني انا طبقت المصري الصح وعوضتكم عن انيجو مارتينيز، وبالاخير اللاعب ما بيكون متسلل. اراوخو من اصل 9 صراعات فاز فقط بثلاث، واللاعب اللي سجل هدف لبيتيس المسؤول عن مراقبته كان اراوخو. ديونج رغم انه لعب 57 دقيقه فقط الا انه صنع فرصه وايضا عمل 86 تمريره صحيحه. بيدري بصراحه ما قصر، قدم ادوار دفاعيه جدا ممتازه وبالهجوم صانع فرصه كبيره لكوندي. يمان مباراه اقل ما يقال عنها كارثيه، حرفيا حرم برشلونه من نقطتين بسبب كثره استعراضه بالكره وفلسفته. فمتخيلين يامال اخطا بالتمرير 13 مره، خسر الاستحواذ 32 مره. نعم فيران توريس ضيع فرصه سهله ولكن بنفس الوقت عمل اسيست خيالي. برايي ما كان لازم يطلع بالمباراه، اللي كان لازم يطلع ليفاندوفسكي او يامال. برايي هذه افضل مباراه لجافي في برشلونه هذا الموسم، قدم ادوار دفاعيه جيده، بالهجوم سجل هدف، بالبناء كان ممتاز، ايضا فاز بمعظم الصراعات. ليفاندوفسكي كان مختفي وما له اثر في المباراه، اقل لاعب لمسا للكره، ما صنع ولا فرصه وما عمل ولا تسديده على مرمى الخصم. ولكن في شيء انتبهت له، انه كثير من لاعبين برشلونه كانوا يتجاهلوا ليفاندوفسكي بشكل واضح. بالنسبه للبدلاء إيريك غارسيا ومارتين بصراحه ما قدموا اي اضافه لبرشلونه. رافينا حاول ولكن كان اناني ببعض اللقطات. فيرمان لوبيز كان جيد ونشط وكان ممكن يحسم المباراه لو نزل بوقت ابكر. فبالنسبه للاسوء بالمركز الثالث راح اختار اراوخو، الثاني ليفاندوفسكي والاول يامال. اما بالنسبه للافضل بالمركز الثالث راح اختار توريس، الثاني بيدري والاول جافي.